كان المفروض انه يمسك الكره اكثر، يطول في الهجمه، يعطي فرصه للاعب السادس انه يدخل، لانه باقي 20 ثانيه للاعب السادس انه يدخل. ما تهمش الاهداف للمنتخب الجزائري قد ما تكون ناقص، لانه راح تستقبل اهداف اذا ضيعت الكره على مستوى الهجوم. المنتخب السربي يلعب احسن قد ما تكون. بالنسبه للمنتخب الجزائري ذكي عبد الرزاق حماد. ما كنا كنا في حاجه ليك في الشوط الاول يا عبد الرزاق حماد. نعم، نافع المنتخب الجزائري يرجع فرق هدف واحد فقط على المنتخب السربي. الملوك التنبيه باللعب السلبي، المفروض ما يكونش وقت. رايح ترجع الكره. الفاست بريك عبد الرزاق حماد، مطمئن عليك في الفاست بريك، مطمئن عليك يا عبد الرزاق يا حماد. ولا اروع ولا اجمل، والله حرمنا منك الحكم والاداري في الشوط الاول. عوض يا عبد الرزاق حماد، عوض في الشوط الثاني. ممتاز الهدف ولا اروع، يعني اول هدف، وشوف قيمه الفنيات وقيمه الخبره. الله عليك يا عبد الرزاق حماد. واول تعادل، جميل الكره، اول تعادل نافع في الشوط الثاني للمنتخب الجزائري. ممكن انه يرجع في النتيجه، لان المنتخب الجزائري ضاغط، يدافع بطريقه رائعه. شوف التمرير مره ثانيه، التمرير لحماد مره ثانيه. يلا يا حماد، زيدني يا عبد الرزاق. بالفعل 19 هدف مقابل 18. عبد الرزاق حماد والمنتخب الجزائري من اجل فرحه في الجزائر. الجماهير اللي اكيد تتابع البطوله بشغف كبير، عشق كبير للجماهير الجزائريه لكره اليد في مختلف المدن. الجزائر العاصمه عنابه، وهران، سطيف، وكل المدن بدون استثناء، من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب. فرصه لتدعيم الفارق، لاخذ فارق الهدفين. تحدثنا عن كره التعادل وعن الكره التي اقترب منها حماد، قلنا منعرج المباراه، وبالفعل الجزائر تعود الأسبقية بعد 5 دقائق أولى في المباراة. وهذا بواسطة الدفاع القوي اللي اعتمد عليه المنتخب الجزائري بعد ما كان المنتخب السربي ناقص عدديا على مستوى الهجوم. استغل المنتخب الجزائري جيدا هذا التفوق العددي، استرجع كورتين، استغلها جيدا اللاعب عبد الرزاق حماد بسرعته بفنياته بروحه القتالية، يقدر أنه يعدل النتيجة ويأخذ الفارق. المنتخب الجزائري 19 مقابل 18 5